يعطي إشارة انطلاق الموسم الكروي وإشارة انطلاقاته باقدام وإياب الموسم الماضي. كرة صعبة للاتحاد، هذه التوزيعة الرائعة الممتازة. طلق جمرود بذكريات شبيبة القبائل والزعوة المتابعة الرائعة على مرتين. أمويلي النيجيري الذي سدد بقوة بكثرة جميلة. هذه الكرة المخالفة، هاي الانطلاقة كان من هذه المسافة، ولكن سامر يطلبها في دار الدفاع، تقدم وراح وزادوا ممتازة، جملة هجومية ممتازة، كاد ينهي المدافع وكاد ينهي أمويلي كالحارس سعيدي زكريا. وكيف استقبلها في الحقيقة المدافع هو الذي الحمري عبد ينتظر الكرة الثانية، تباغت هذه الكرة أبعدها، بل أبعدها وتأمل العقبي كان ذكيا في تنفيذها. شامل العقبي خدا كامل وقته، تركيز عالي، ضرب الكرة في المكان والزمان اللازمين. هاي كرة صعبة، هذه هاي خطيرة، هاي ممتازة، هاي رائعة، هاي كرة هدف، هاي كرة هدف. هاي كيف خداها أسامة قدور، توغل أسامة قدور، خدا المبادرة وخدا المسؤولية على عاتقه بعد أن تخلص من زغاد. أنا سدد الكرة، مراوغة مع عبد المؤمن شيخي، يزيد ماكسويل، شيء من السحر. الراوغ هنا وضعها في الزاوية بعيدة، ولكن من حسن عد الوفاء. هاي المراوغة هنا لم يتخلص يعني بطريقة من عبد المؤمن شيخي في شباك السيسكاوا. ضايري وخروج خضايري. شامل العقبي غير الجناح لماكسويل في القائمة الثانية. العقبي يلعب بالخبرة وبالتجربة، وضحى له زغاد. هو تدخل كان قوي من زغاد ياسين على باكو، ماكسويل باكو وبالخبرة يرفعها شبيبة القبائل. يا صديقي بقوة رتم المباراة. المخالفة الممتازة لعبها له بطريقة مالك زورغان برأسية رفقة التلفزيون الجزائري في منافسات كرة القدم في الألعاب العربية. يخطر فرصة من جانب الوفي اتجاه الأمام، انطلق أمويلي وخرج سعيدي زكريا. يلعب هذه الثنائية، تعود له باكو، وكأني بالوفاق سجل هدفا. عمال يضيع انه يعيش هي الثلاثيه المرعبه، يعيش وجها لوجه مع حارس المرمى زكريا. هي كره باكو مع امويلي، يلعب الثنائيه والتي اصبحت ثلاثيه. يعيش يخرج في دار الدفاع، يتعملق وينقذ مرماه. انطلق مهاجم الوفاق على الجهه. هاي كره باكو، هو التدخل عليه، العوده من رقابة هذا المهاجم، يتدخل الدفاع. تعود لعقبي، هشام التسديدة قوية، هشام عقبي يصر على التسديد. ما أروعها من تسديدة يا هشام، إنها ثقافة التسديد الناقصة في بطولتنا الوطنية. من دائما مستمرة المباراة، 10 دقائق، رجات مرفوعة داخل منطقة العمليات، ضاعت ولكنها لن تصبر عليك لأنها تعترف بالخطأ لفريق وفاق سطيف وقسنطيني. هذه النوادي غلق لها شباب بلوزداد. رائع باكو، رائع باكو، تيكي تاكا والمراوغة هذه من الرائع، من هذا الممتاز، من هذا الزئبق. من يسجل، من يوقع الهدف الأول؟ قم به ماكسويل بال، شاهد كيف تخلص من المدافع شيخي، رفع راسه وجد قدور أسامة قال له انزل معاه فقط، ارمي راسك في الكرة ستضعها في الشباك بطريقة عالمية، بطريقة ممتازة. تخلص من المدافع ومنح هذا التمريرة الحاسمة، هذا الاسيست الذي يضع اتحاد خنشلة في بهدف في الدقيقة 61. وقلنا من المحال أن النتيجة
تبقى على حالها. أي نعم بإمكان الوفاق أن يسجل، ولكن نتيجة 0-0 في وجود ماكسويل بال هذا أنه لا يسجل أو لا يمرر تمريرة حاسمة. هكذا فعل قدور أسامة، وفي كل مرة تسلم الجرة. هنا يطو نسيم يتحصل على المخالفة بالخلق. تصل للراهب هذا، تصل يسددها عاني ويئن اليوم تحت ضربات هذا الممتاز الرائع الغاني القوي. الاتحاد يتقدم قدور رائع مع يعيش، يضرب يعيش قال هل لي أن أوزع أم أسدد؟ بين هذا وذاك عاد المدافع باكو يتدخل الدفاع. الإعادة هنا هي الكرة بين اللاعب اللي هو وكيل أم أنه بوشامة، وهكذا هكذا تخلص من شيخي الذي لم يتمكن حتى من مسكه من القميص، وضعها له على رأسه بارتماءات رأسية. قدور أسامة وبهدوء وبرودة أعصاب يمنح التقدم لفريقه ويسجل أول أهدافه وأول أهداف فريقه هذا الموسم. إن مرفوع الكرة من أوكيلو يتدخل الدفاع. ربما اتحاد خنشلة هي الكرة بين الزعيتري وبين هشام العقبي. مخالفة بعد كرة ثانية. أمويلي لم يتعامل. كرة من الجدار الدفاعي بقوة مرة، والحمري سددها بقوة. تحدثنا على ضرورة يعني اليوم مهنة التدريب أصبح لكل لو تلك ذلك الخبط الكروي بعد هذه الكرة يا بين لاعبين انتظرهما محمد ياسين عثماني وارتكب عليه الخطأ. باكو يرفع الكرة، باكو مباشرة للمدافع الذي وكذلك باكو من الركنيات والمخالفات والتمريرات والثنائيات. ثاني بعد أن اصطدمت الكرة بالجدار الدفاعي. باكو تسديدات قوية يريد أن يتأتى الكبيرة. وبالنظر قصة عجيبة من الخيال العلمي. ذات يوم كنت عائدا من المدرسة أفكر في درس الكيمياء الذي قد أعطانا إياه الأستاذ رشدي. قال إن هذه التجربة لو قدر لها أن تنجح لقلبت موازين العالم، ولجعلت أبناء هذا العصر يصلون إلى ما لم يصل إليه كائن قبلهم. كان قد مزج سائلين معا، كل واحد منهما فيه مجموعة من العناصر الطبيعية والمعدنية، ولكنها يفتقدان لعنصر أخير يعطي هذا المزيج قدرة فائقة تجعله قادرا على تحويل الإنسان الذي يشربه إلى رجل خارق مثل فلاش وسوبرمان والرجل العنكبوت. عندما اطمأننت على أن المدرسة أصبحت خاوية من التلاميذ والمدير والمعلمين، تسللت إليها بمفردي ودخلت إلى المختبر، ووجدت زجاجتي المحلول في مكانهما بعد أن تركهما الأستاذ وغادر مع طلبة الشعبة الثانية. فجلست أنظر إليهما وأفكر في ذلك العنصر المفقود لتكتمل التجربة. فتنبهت لأمر كنت قد رأيته في التلفاز، فجئت بأحد العناصر وأضفته إلى المزيج، ثم خلطت العناصر كاملة معا، فلم أصدق ما أرى. لقد تحول المحلول إلى اللون الذهبي، وهو اللون الذي قد نبهنا المعلم إلى أنه اللون الذي سيتحول إليه المزيج عندما يصبح جاهزا. لم أصدق أنني قد وصلت إلى الحل الذي قد عجز الأستاذ عنه، والآن قد جاءت اللحظة الحقيقية، وشربت المزيج ولكن لم يحدث شيء. انتظرت قليلا فلم يحدث شيء أيضا، فغضبت وهممت بالخروج من المخبر، ولكنني أحسست بطاقة هائلة تسري في بدني. أمسكت قبضة الباب الحديدية ولويتها وكأنها قطعة خبز طرية. شعرت أنني قوي كفاية لأصرع 10 فيلة دفعة واحدة. ركضت إلى الباحة الخلفية للمدرسة، فوجدت أن سرعتي قد صارت تسبق سرعة الضوء. وقفت في الساحة وتنفست بعمق، فانتبهت إلى أنني أرتفع عن الأرض شيئا فشيئا. يا إلهي، إنني أطير، ولكن ما الذي يجري؟ وهل لذلك المحلول كل هذه الطاقة؟ وهل ستزول الطاقة مني بعد مدة، أو أنها ستبقى؟ كثيرة هي الأسئلة التي قد دارت في ذهني، ولكنني لم أكن أعيرها أهمية. فقد أردت أن أعيش تلك اللحظات بشغف كبير. ضربت الأرض بقدمي، فإذا بي أطير فوق المدينة،
أراقب الناس من بعيد وهم يروحون ويجيئون. رأيت حارتي وكيف كان الأولاد يلعبون كرة القدم بعد المدرسة. رأيت أخي الصغير كذلك وهو يدخل إلى الدكان ليشتري. شاهدت سيارة للشرطة يقودها شرطي واحد، فدار ببالي أنني يجب أن أساعده كما كان يفعل سوبرمان عندما تحتاج إليه الشرطة. تابعت التحليق وشاهدت المدينة من الأعلى، والرؤية من أعلى لها نكهة جميلة لا يعلمها سوى من ركب ذات يوم في الطائرة، فكل شيء يبدو صغيرا وجميلا ومتناسقا. ولكن مهلا أرى أبي يسأل الأولاد عني. يبدو أنه انتبه إلى عدم عودتي من المدرسة، فقد كانت عادتي أن أضع حقيبتي وأغير ثيابي ثم أخرج للعب معهم. ماذا أفعل؟ هل أهبط أمامه فجأة وأخبره أن ابنه قد صار بطلا خارقا وكذلك صار عالم كيمياء؟ لا، لن أخبر أحدا، ولكن أين سأهبط؟ حاولت الهبوط